البنات اللي ما كتصدقش لهم الحرشه، اجي نوريكم كيفاش كتجي خطيره وبنينه وزوينه وطريقه سهله وما كندير فيها لا الحليب لا والو. اجيو تدخلوا تشوفوا لا فيديو حتى الاخر وتبعوا الطريقه، غادي تصدق لكم من اول تجربه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 2 لايف كبار ديال السميده ديال الحرشه، وغادي نحتاجو كاس صغير مخلط ما بين الزبده مذوبه والزيت. ضروري ديروا داك الزبده، هي اللي كتعطيه واحد المذاق زوين للحرشه وكتجي هشيشه وبنينه. والعسل كذلك، العسل وخماره ديال الحلوى والملح. في الماء غادي نديرو 2 لايف كبار بالماء ديال السميده، وحاولوا تاخذوا السميده اللي تكون نوعيه جيده، من الاحسن تاخذوا ديال الباكيه ما تاخذوش ديال العبار. وغادي نضيفوا كذلك كيف ما قلنا بعد ما درنا 2 لايف ديال السميده غادي نضيفوا لهم شويه الملحه والعسل. العسل كتعطيها واحد الهشه، كتخلي الحرشه ديالنا تكون هشيشه. حسن نديرو سنيده، الا ما كانش العسل اكيد تقدروا ديروا سنيده. هنايا صافي من بعد ما كنديروا العسل والملحه والسميده كنحاولوا هكا نخلطوا هكا باش ما يكونوش داك الكويرات. وعاد باش غادي نضيفوا الخليط ما بين الزبده والزيت. هنا قلنا الزيت عاديه ومع شويه ديال الزبده مذوبه، خلطتهم في الكاس. وهنا غادي نضيفوا وغادي نبسبوا تبسبس بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. ضروري هذه العمليه تقوموا بها في الاول قبل ما كديروا الماء، ضروري تخدموها مزيان في هذه المرحله، علاش من بعد ملي غادي نضيفوا الماء راه ما كنعجنوهاش نهائيا. اسهل حاجه هي انكم توجدوا الحرشه غير طبقوا هذه الطريقه. من بعد ما كنخلطوها كناخذوا منها واحد شويه، هذه هي باش غادي نبقاو نبغيو نطيبوا. انا نوريكم الطريقه كيفاش. المهم هنايا من بعد نحيدنا ديك لا كونتيتي، غادي نضيفوا 2 كيسان كبار ديال الماء. يعني هانتوما راه خص تكون مرطبه شويه، وباش تصدق مزيان راه ما خاصش تكون قاصحه، يعني ما تكونش ناشفه، راه خصكم تزيدوا ليها هكا الماء حتى كتبان لكم رطبه. وكيف ما قلنا ما كنعجنوش الحرشه فقط بالاصابع ديالنا، غير كنخلطوها بداك الماء حتى كتخلط كامله صافي، وكنخليوها ترتاح واحد شويه. كيف ما قلت لكم بعد ما خليناها ترتاح وشربات شويه ديال الماء غادي ناخذوا هاد الغلاقه ديال نوتيلا اولا اي حاجه عندكم. انا كنفضل نخدم هذه كتجيني نفس العبار وكنتحكم في هذا ديالها. تقدروا ديروا اي حاجه نتوما بغيتوا وهذا العبار اللي بغيتوا في الحرشه ديالكم. المهم هنا كنشدوا ديك العلبه ديال نوتيلا كندهنوها بشويه الزيت وشويه ما كندهنها هي بلا ما كندهنها. ان فوا كتشدوا الكويره كديروا هذاك السميده اللي كنا نقصنا وصافي كديروها بهذه الطريقه. الفيديو واضح. هنا بالنسبه للمقله راه دهنتها غير بالزيت، الا كانت المقله ما كتلصقش دهنوها غير بالزيت بلا ما ديروا الحرشه، بلا ما ديروا زعما السميده راه غير كتحرق، يعني خليوها غير هكاك الا ما كانتش كتلصق لكم. هنايا هاد المقله هذه ديال الطيفال ما كتلصقش، دونك كندهنها غير بالزيت، ما كنعاودش ندهنها بالسميده. صافي كيف ما قلت لكم كناخذوا الكويرات وكنديروهم في هاد الغلاقه هذه ديال النيدو عفوا ديال النوتيلا، وصافي كنستمروا كيخرجوا لنا بنفس الحجم وكيجيو مقادين هكا. وصافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نسالي لا كونتيتي اللي عندي وغادي ندوز باش غادي نطيبهم مباشره. خليكم معايا حتى تشوفوا كيفاش كيجيو. بالنسبه للبنات اللي عندهم المقله اللي كتحل بهذه الطريقه هذه، المقله راه زوينه بزاف، ديجا هضرت لكم عليها في القناه، حطيتها لكم. كنطيب بها بزاف ديال الوصفات وحتى الحرشه كتجي فيها زوينه. غير بالنسبه للحرشه كنقلبوها لهاد الجهه اللي ما فيهاش ديك الخطوطه، الا شفتوا الجهه الاخرى كيكون فيها ديك الخطوطه، وكنقلبها باش نطيب باش ما يجيوش فيها هكاك الخطوطه باينين. صافي من بعد راه كنطيبوها مباشره كيف ما قلت لكم. الحرشه ان فوا كتساليوها كطيبوها مباشره وصافي كتحاولوا تقابلوها راه دغيا كطيب. في الاول كنديروا العافيه تكون شويه ماشي مهيله، تكون شويه مجهده، ومن بعد كنقصوها. صافي هنايا كيف ما قلت لكم حاولوا تقابلوها راه دغيا كطيب الحرشه، وبقاو تقلبوها مره حتى كطيب من جميع الجوانب. وصافي هذه هي الحرشه ديالنا، راه كتجي خطيره عرفتي ما نعاودش لكم، كتجي هشيشه ورطبه. خصوصا اننا الا تبعنا هذه الطريقه ديال ان ما نديروش غير الزيت بوحدها. حتى انا في الاول ما كنتش كتصدق ليا الحرشه، كنت كندير غير الزيت وما كانتش كتصدق ليا. وبهذه الطريقه هذه كيف ما قلت لكم ديروا الزيت مع الزبده كتخليها تكون هشيشه وزوينه. والعسل كذلك راه كيلعب واحد الدور كبير حتى هو انه كيخليها تكون هشيشه ورطبه.
وصافي. هذه هي الحريشه ديالنا، تنقول لكم بالصحه وراحه، جربوها وقولوا ردوا عليا الخبر في لي كومونتير. وما تنساوش الاشتراك في القناه، ولا كنتوا اول مره فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.